مساء الخير، اهلا بيكم معانا في دردشه اصحاب. تكمله لحلقاتنا وفكرتنا اللي انتوا دعمتوها، ومتشكرين جدا ان انتوا معانا وبتشوفونا وتشاركونا. كان في حد بعت لنا ان احنا يعني محتاجين نتكلم في ثقافه الاختلاف، ثقافه الاختلاف في الراي. ازاي ممكن نختلف في الراي اللي هي بيقولوها الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. اولا الاختلاف ده حاجه لازم تكون موجوده. الناس بيبقى مش متربيين نفس التربيه، مش متعلمين في نفس المدرسه، مش عندهم نفس العقيده، مش عندهم نفس الاخلاق، مش عندهم نفس الغلط والصح، مش عندهم نفس الثقافه، مش عندهم نفس التفكير، مش عندهم نفس الاهتمامات، نفس ايه؟ المستوى العلمي. بتختلف الحاجات دي كلها. حتى لو اتنين اخوات متربيين في نفس البيت، بيروحوا نفس المدرسه، متربيين نفس التربيه، واخدين نفس التعليمات، نفس الدين، نفس الثقافه، غالبا برضو لازم تلاقي فيه اختلاف ما بين شخصيه ده وشخصيه ده. فاذا لما نقعد نقول راينا او نتكلم في حاجه ونختلف، ده شيء طبيعي. احنا كده مش بنعارض الكون، احنا كده مش بنعمل حاجه مش طبيعيه، احنا كده ده العادي. لولا اختلاف الاراء لبارت السلع. فيعني عايز اقول في حاجات الاختلاف فيها او النقاش فيها بيبقى صعب. يعني ما ينفعش نختلف على الوان، ما ينفعش نختلف على نادي، ما ينفعش نختلف على طعام ده احلى من ده ولا ده احلى من ده، لان دي مساله اذواق ومش هنعرف نرجع فيها للحقيقه الكامله. لكن لو اتكلمنا على حاجه علميه، على فكره نقدر نوصل فيها للحقيقه الكامله اللي يبقى فيها ده صح وده اصح منه، مفيش مشكله، ممكن ندردش فيها ونتكلم فيها ونقول اللي احنا عايزينه. لكن لو اختلفنا هو الاخضر احسن ولا الازرق، يعني لو رجعنا للحقيقه العلميه مش هنلاقي حاجه بتقول الاخضر احسن. دي مساله اذواق. طيب هي ورك الصدر احسن، الورك احسن في الفرخه ولا الصدر؟ مساله اذواق. النوع الفلاني من اللحمه من الحته الفلانيه احسن ولا من الحته الفلانيه؟ كل حته ليها مكان هيتعمل منها حاجه معينه غير الحاجه الثانيه. لكن لما نيجي نختلف في حاجه بقى ليها حاجه علميه، ونقدر نرجع فيها لكتب علميه واراء علميه، هنقدر نوصل فيها لصح واصح منه. خصوصا واحنا يعني يمكن عاداتنا او فكرتنا او يمكن يكون جزء من تعليمنا كان في حاجه انا يعني بنتقدها، ان احنا كان عندنا في الامتحانات وفي الاسئله وفي المدرسه يا صح تاخد الدرجه كامله، يا غلط وتاخد 6. يعني مفيش مجال للابداع. فاتربينا على ان الراي يا غلط يا صح، مفيش راي وراي تاني. يمكن يكون في اماكن تانيه او فكر تاني او علم تاني بيديك 4 حلول، دي بتاخد عليها الدرجه كامله، دي بتاخد عليها 3/4 الدرجه، دي نص الدرجه، دي ربع الدرجه، دي ما بتاخدش عليها حاجه خالص. فده مفهوم، لان هي ممكن يكون ده صح وممكن يكون ده صح وممكن يكون ده صح، بس ايهما اصح هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. لكن يمكن ثقافتنا ان هي يا صح يا غلط، يا واحد يا صفر. ولما نيجي نختلف ما يجبش ان احنا يعني نعمل مشكله مع بعض عشان احنا مختلفين مع بعض في الرأي. انت ممكن يبقى ليك وجهه نظر وانا ليا وجهه نظر. مظبوط. ممكن تبقى انت صح وانا عندي جزء من الصح، فمش لازم انت تبقى متمسك برايك قوي ويبقى انا غلط، او انا متمسك برايي قوي وانت غلط، او مش لازم نتيجه النقاش تطلع واحد غالب واحد غالب ومغلوب. لا، هي وجهات نظر، انت بتسرد وجهه نظرك وانا بسرد وجهه نظري، ويمكن اتعلم من وجهه نظرك حاجه، اتعلم من وجهه نظري حاجه، والدنيا بتقرب. فالنهارده يعني كنا حابين نطرح النقطه دي في موضوع ثقافه الاختلاف، وليها تكمله كبيره معانا ان شاء الله. يا ريت ما تحرموناش من دعمكم لينا. قولوا الحاجات اللي احنا حابين نتكلم فيها، حابين ان احنا ندردش فيها، الحاجات اللي حابين ان احنا نتكلم فيها بتوسع قولوا، الحاجات اللي محتاجين او حابين ان احنا نتكلم فيها بشكل عام قولوا. بنستقبل رسائلكم، بنقراها، بنشوفها، بندردش فيها، وبنتكلم فيها كلنا مع بعض. شاكرين جدا ليكم.